السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن فنان من الزمن الجميل، فنان من الأبيض وأسود. هنحكي عن أنور وجدي. صلى على النبي وكل من النبي يصلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. اسمه بالكامل محمد أنور يحيى وجدي، اسم الشهرة أنور وجدي. اتولد سنة 1904 في حي الظاهر، في أسرة بسيطة على قد الحال. أبوه، في ناس بتقول إنه مصري راح سوريا، وفي ناس بتقول إنه هو سوري. المهم هو كان بيتاجر في الأقمشة، وكان تعرض لوعكة مالية شديدة وتعرض للإفلاس، فخد بعضه وجه على مصر وسكن في حي الظاهر، واتجوز من ست مصرية بسيطة. اتولد أنور ودخل مدرسة الفرير الفرنسية، المدرسة اللي اتخرج منها المخرج حسن الإمام وفريد الأطرش وأسمهان. لكنه ما استمرش في الدراسة، وبرغم كده فهو أتقن اللغة الفرنسية اللي درسها في المدرسة. أنور ما استمرش في الدراسة، أول حاجة لأن ظروف أسرته كانت على قد الحال خالص، تاني حاجة لأنه هو كان بيحب الفن، فكان كل ما يشتغل شغلانة بيسيبها برضه بسبب الفن. اتنقل أنور بين العديد من الفرق اللي كانت موجودة وقتها، الفرق الشهيرة، لكن حلم هوليود كان دايما بيراوده، لدرجة إن هو أغرى اتنين من زمايله إن هما يهربوا يروحوا أمريكا عشان يشتغلوا هناك في السينما، وفعلا سمعوا كلامه، بس اتقبض عليهم لما كانوا بيتسللوا لباخرة في بورسعيد. وللأسف لما أبوه عرف إنه عايز يشتغل ممثل طرده من البيت. أنور لما لقى حلم الهجرة لهوليود فشل، قرر إنه يحترف التمثيل في مصر، قرر الذهاب لشارع عماد الدين اللي هو معقل الفنانين، واللي كان الفنانين الكبار دايما بيترددوا عليه، عل وعسى إنه هو هناك يلاقي حد من الكبار ويقدر يتكلم معاه ويوجهه يدخل عالم السينما إزاي. كمان أنور كان دايما يقف على أبواب المسارح، عل وعسى يشوف حد من النجوم، وفعلا في يوم من الأيام هو واقف على باب المسرح شاف يوسف بيك وهبي خارج، فطبعا طاقة القدر اتفتحت له، فقرر يروح ويتكلم معاه. قعد يتحايل عليه وتوسل له ويقول له خدني حتى إن شاء الله أعمل شاي وقهوة، طب أنضف غرف الفنانين. لكن يوسف وهبي كان مستعجل، فما ركزش معاه خالص ولا مع الكلام اللي هو بيقول له عليه. أنور كان فيه ميزة إن هو ما بييأس خالص، عنده حلم ولازم يحققه. فضل يتحايل على الريجيسير قاسم وجدي إنه يعرفه بيوسف وهبي، وفعلا حصل وتعرف بيوسف بيك وهبي وعينه في المسرح بأجر 3 جنيه في الشهر، وكمان بقى السكرتير الخاص ليوسف وهبي. أول ظهور لأنور طلع بدور صامت، دور ضابط روماني في مسرحية يوليوس قيصر، وأخد في الشهر 4 جنيه. ده اللي مكنه إنه يأجر أوضة فوق السطوح مع زميل الكفاح عبد السلام النابلسي. أنور كان فنان حقيقي، 7 صنايع فعلا، بيألف، بيكتب سيناريو، بيخرج، بيمثل، بعد كده كمان أنتج. قدر يألف مسرحيات ذات فصل واحد وعرضها على بديعة مصابني، وكانت بتشتري المسرحية من 2 ل3 جنيه. قدر كمان أنور يشتغل في الإذاعة، وكان بيكتب بعض المواقف الخفيفة المسرحية، كمان كتب العديد من المؤلفات والقصص اللي اتنشر بعضها في الوقت اللي هو كان عايش فيه، وأخدت شهرة كبيرة. بدأت الدنيا تمشي واحدة واحدة وبدأ يتشهر، وعمل دور رئيسي في مسرحية الدفاع مع يوسف وهبي، واشتهر قوي بالدور ده، وكان اسمه عباس واشتهر بدور عباس. طول الوقت بيدور على الأحسن، لقى فرصة في فرقة عبد الرحمن رشدي انضم ليها، بعد كده انضم للفرقة القومية نظير 6 جنيه في الشهر، ده كان وقتها مبلغ لا بأس به. كمان اشترك في مسرحية البندقية اللي كانت ليها شهرة كبيرة قوي في التوقيت ده. امتى بدأ أنور يدخل السينما؟ لما يوسف وهبي قرر ان هو يستعين ببعض تلاميذه في الأفلام اللي بينتجها، منهم أنور وجدي، فاداله بعض الأدوار الصغيرة
في الأفلام اللي كان بينتجها في التوقيت ده، من ضمنها فيلم أولاد الذوات وفيلم الدفاع اللي كان مسرحية وتحول بعد كده لفيلم، وتوالت الأعمال السينمائية لأنور وجدي. بعد كده رشحوا المنتج والمخرج الشهير وقتها أحمد سالم عشان يشارك في بطولة فيلم أجنحة الصحراء. أجنحة الصحراء اللي أحمد سالم كان كاتبه وكان مخرجه. بعد كده وفي سنة 39 قدم أنور وجدي 4 أفلام دفعة واحدة. أما البداية الحقيقية اللي نقدر نقول أنور بقى بطل فيها فكانت في الأربعينات. استغل المنتجين والمخرجين ملامح أنور الهادية والوسامة بتاعته في إن هم يطلعوه دور ابن الزوات أو ابن البشوات المستهتر، لدرجة إنه عمل 20 فيلم من النوعية دي في الأربعينات. بعد كده توالت الأعمال وأصبح أنور وجدي فتى الشاشة الأول، وده في النص التاني من الأربعينات. كان بيطلب بالاسم وكان بيتكتب له كمان أعمال ليه هو شخصيا. سنة 45 قرر أنور وجدي يخوض تجربة الإنتاج السينمائي، وده بفيلم ليلى بنت الفقراء مع ليلى مراد، وكتب بنفسه السيناريو والحوار. في التوقيت ده ليلى مراد كانت نجمة شباك رقم 1، وكانت محبوبة الجماهير وكانت بتاخد بطولات مطلقة، فطبعا لما تشتغل مع أنور ده كان هيبقى نقلة كبيرة جدا بالنسبة له. كمان اترشح لإخراج الفيلم المخرج الكبير وقتها كمال سليم، لكن للأسف اتوفى المخرج قبل ما يكملوا الفيلم، فقرر أنور وجدي إنه هو يخرج الفيلم بنفسه. خلص الفيلم واتعرض وحقق نجاح باهر منقطع النظير زي ما بيقولوا. بقى أنور وجدي موجود على الساحة مش بس ممثل، لأ، ده كمان مؤلف ومنتج ومخرج، وأثبت كفاءة منقطعة النظير. وقرر وقتها اشتغل مع ليلى مراد وعمل معاها 6 أفلام متتالية حققت نجاح كبير جدا، والناس كانوا بيحبوهم أوي يشوفوهم مع بعض كثنائي فني ناجح. وكمان هنا نشأت قصة الحب الكبيرة بين ليلى مراد وأنور وجدي. الحقيقة إن أنور وجدي كان عبقرية فنية فعلا. اختاروا 7 أفلام من ضمن أفلامه ضمن 100 فيلم على مستوى السينما المصرية من أجمل الأفلام خلال 100 سنة. تعالوا بقى نتكلم عن حياة أنور وجدي الشخصية. هو اتجوز 3 مرات. في ناس كتير ما تعرفش إن أولى زيجاته كانت من الممثلة إلهام حسين. إلهام حسين كانت فنانة مغمورة، أنور وجدي هو اللي قدمها، وكان بيزقها زق وبيشجعها، وهو اللي قدمها للمخرج محمد كريم اللي استعان بيها في فيلم بورسعيد واداها مساحة فنية تعتبر كبيرة قوي بالنسبة لها. وبرغم إن أنور هو اللي قدمها، إلا إن هو جت في فيلم بورسعيد طلبت من المخرج إن هو ما يستعينش بأنور وجدي في الفيلم. دي كانت حاجة غريبة جدا. في التوقيت ده أنور ما كانش نجم شباك معروف، فالمخرج سمع كلامها طبعا وما جابش أنور وجدي في الفيلم. اشتهرت قوي إلهام حسين وبقى لها مكان بارز في السينما في التوقيت دون. اشتد الخلاف بين أنور وبين إلهام لغاية ما وصل للطلاق. أما تاني زيجة في حياة أنور وجدي وهي أهم زيجة فكانت من الفنانة الكبيرة ليلى مراد. اتجوزوا عن قصة حب كبيرة جمعت بينهم، وهم بيمثلوا أفلامهم لما عملوا ثنائيات سوا زي ما قلت في أكتر من 6 أفلام. اتجوز ليلى وأنور سنة 45، قعدوا مع بعض 7 سنين. 7 سنين كانوا في منتهى الحب والسعادة، لدرجة إن مرة سألوا أنور وجدي فقال إن ليلى كانت بتتفانى في إخلاصها ليه وحبه وخدمته، هو كمان كان بيحبها قوي. بس في مرة اتكلم عن الحب ده وبعديها اتقلب الحب لخلافات مستمرة طول الوقت، وخاصة من طرفه، فبيقول ما كنتش طايق أي حاجة ليلى بتعملها، وكنت بتلكك لها طول الوقت وكمان خنتها. وصل الأمر بينا إن إحنا اتطلقنا. وبعد ما اتطلقنا وفقت قعدت مع نفسي واكتشفت إن أنا بعد ما اتكلمت على حب الليلة اتحسدنا، وإن إحنا وصل بينا الأمر إن إحنا اتطلقنا. وخسر أنور وجدي حبه الكبير لليلى زي ما قلنا، وانتهت الزيجة بالطلاق ورفضت ليلى إنها ترجع له مرة تانية. أما الجوازة التالتة في حياة أنور وجدي فكانت من الجميلة ليلى فوزي، ودي ليها قصة غريبة شوية مع أنور.
أنور اتعرف عليها سنة 41 من قبل ما يشوف ليلى مراد أو حتى إلهام حسين. عملوا مع بعض فيلم مصنع الزوجات وتحيا الستات، وما تقابلوش لأن ما كانش فيه مشاهد بتجمع بينهم. نيجي بقى للفيلم التالت من الجاني اللي جمع بينهم، وكانوا بيتقابلوا كتير وحصل انجذاب بينهم بين ليلى وبين أنور، وفعلا زي ما بيقول كده كيوبيد الحب انتصر ليهم وحبوا بعض ودخلوا في علاقة غرامية. راح أنور دخل من الباب يطلبها من والدها، لكن والدها رفض، لأن أنور وجدي كان لسه في بداية مشواره الفني وكان لسه مش معروف خالص، وجوزها والدها لعزيز عثمان اللي كان أكبر منها ب30 سنة. دي كانت جوازة معروفة وكانت جوازة شهيرة جدا في الوسط الفني. تمر الأيام ويتجوز أنور إلهام حسين، وبعد كده يتجوز ليلى مراد، وتتطلق ليلى فوزي من عزيز عثمان، ويطلق أنور وجدي ليلى مراد، ويتقابلوا مرة تانية وقرروا إن هما يتجوزوا. الكلام ده كانت سنة 1954، وفضلت معاه ليلى فوزي لغاية وفاته سنة 1955. للأسف ما طولتش الزيجة وما طولش الحب اللي كان بينهم، لأن الموت خطف أنور وجدي. يلا نحكي بقى إزاي أنور وجدي الموت أو المرض خطفه. أنور كان عنده مرض وراثي، العيلة كلها عنده، أخواته وأبوه كان عندهم مرض في الكلى. وقتها العلاج ما كانش متطور زي دلوقتي، وزي ما قلنا أخواته البنات التلاتة ماتوا بنفس المرض. تعب قوي أنور وجدي وكان مش قادر يستحمل الألم، فالأطباء نصحوه إن هو يسافر فرنسا. سافر فرنسا وعمل الفحوصات اللازمة، لكن الأطباء قالوا إنه مفيش علاج لحالته دلوقتي ده، ومنعوه من أكل أنواع كتير قوي من الأطعمة. دي كانت من سخرية القدر، لأن أنور وجدي عاش حياة الفقر والحرمان في طفولته وفي جزء كبير من شبابه، وكان نفسه ياكل أكل كتير قوي بس ما كانش معاه فلوس. ولما بقى معاه فلوس ومعاه ثروة ضخمة عملها من السينما، بقى مش قادر ياكل معظم الأكل بسبب المرض. رجع أنور من فرنسا وهو حزين واتدهورت حالته زيادة في القاهرة، ونصحوه الأطباء يروح السويد لأن في دكتور هناك اخترع جهاز لغسيل الكلى، ده كان بداية غسيل الكلى. وهناك وفي السويد عمل عملية جراحية دقيقة خطيرة عل وعسى تنقذ حالته، لكن هي فشلت للأسف واتدهورت حالته زيادة وهو في السويد. وللأسف الدكاترة قالوا إن حالته ميؤوس منها حتى لو ركب كلية صناعية. في آخر أيامه فقد بصره وفقد كمان جزء كبير من ذاكرته بسبب الاعتلال الشديد اللي حصل للكلى. ما قدرش أنور يستحمل الألم ويستحمل المرض، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك في ستوكهولم، وكانت بجواره زوجته وحبيبته ليلى فوزي. ده كان سنة 1955. مشوار طويل قوي قدمه أنور وجدي من الصبر والإصرار والعزيمة إن هو يبقى نجم، وفعلا بقى نجم، لكن القدر لم يمهله إن هو يجني ثمار مشواره الطويل ونجاحه، وتوفى عن عمر 50 سنة بس. دي كان مشوار أنور وجدي الطويل في عالم السينما، ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا كلهم. ودي أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر ليكم وبيكم. شكرا جزيلا.